ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين. زي ما انتوا شايفين قدامكم على الشاشة، جاية اتكلم معاكم عن كريم ديليكيت من ماي واي الغني بزبدة الكاكاو. ومش بس هتكلم في الموضوع ده، انا هتكلم في موضوعين تانيين، بس يا رب الوقت يسعفني. اولا هتكلم عن موضوع البدائل، ثانيا هتكلم عن ياسمين عز ونصيحتي ليها. نبدأ الأول بالكريم. الكريم بصراحة كان جميل جدًا، أنا جرّبته وكان يعني مُرطِّب عالي جدًا، جدًا. أنا في الأول ما كنتش مرتاحة لريحته وما كنتش حاباه، بس بعد كده لمّا جرّبته يعني أمّا ازددت في التجربة أو ازددت في الاستخدام يعني إيه، اتعوّدت على ريحته، فعجبتني، فاتعوّدت عليها، فكان خلاص يعني هو نفس بُصّوا ريحته نفس ريحة كريم زبدة الكاكاو بتاع إيفون، بس ده ريحته أتقل أكتر بشوية، فاللي ما بيحبش كريم زبدة الكاكاو بتاع إيفون الريحة بتاعته مش هيحب دي. أنا باقول لكم أهوّة، مش هيحب الريحة دي لإنها أتقل بكتير جدًا، ريحته تقيلة، 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 تقيلة. في الأول جرّبته على الجسم، وبعدين اللي فضل شوية اللي فيه جرّبته على الوش، تمام، فحسيت إن هو حلو أوي ورطّب لي بشرتي بشكل كبير جدًا. طيب إيه فوائد زبدة الكاكاو؟ فوائد زبدة الكاكاو ترطيب البشرة بعمق، حماية البشرة من التعرُّض للشيخوخة المبكرة، تمام، كمان زبدة الكاكاو بتشمل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة زي فيتامين E وفيتامين A. تمام كده، عشان بشرتنا طبعًا يعني أنا أنصحكم إن أنتم تستخدموه عشان بشرتكم تكون أحسن وتكون أفضل، للناس اللي بتفكّر إن هي يعني إيه، تستخدم حاجات my way. وده يخلّينا نخُش في الموضوع التاني. طبعًا كل حاجة دلوقتي غِليت، الseller هيزعلوا منّي، الناس اللي بتبيع حاجات Avon هيزعلوا منّي، تمام، بس معلش يعني إيه، إحنا لازم نفكّر بشكل مختلف. كل حاجة دلوقتي غِليت، فممكن الواحدة برضه ما يبقاش في متناولها إن هي تشتري الكريم الغالي أو العبوة الأكبر، لإن عبوات Avon كبيرة يعني شوية، تمام، فممكن تشتري ده لو هي متعوّدة على كريم زبدة الكاكاو أو بتحبه أو بيرطّب لها بشرتها في الشتا، ممكن تاخد دوّة، تمام، لإنه إحنا شايفين الأسعار عاملة يعني إزاي، فعلشان كده أنا كنت عايزة أكلّمِك في موضوع البدائل. ما فيش حاجة في الدنيا يعني إيه، ثابتة، يعني ممكن إن إحنا نغيّر الكريم من الشركة دي للشركة دي، نستبدله، ما يجراش أي حاجة، ما تزعّليش نَفْسِك أو ما تضايقيش نَفْسِك إن أنا مثلًا ما قدرتش أشتري ده، فهاشتري دوّة، لأ، ما فيش حاجة ثابتة، جرّبي وشوفي، وشوفي إذا كان هينفع معاكِ والّا لأ، ويعني هو أنتِ التاني كنتِ عرفتِ من الأول خالص كنتِ عارفاه يعني؟ برضه واحدة يوتيوبر زيي كده نصحتِك بيه، ده شكل العبوة من جوّه بتبقى متغلفة كده وعليها الsticker ده، أنا كنت جايباه من محل من هنا، أنا كنت عضوة قبل كده في my way وتقريبًا العضوية سقطت يعني، تمام؟ فما فيش حاجة في الحياة ثابتة علشان خاطر أنتِ تقولي لأ لازم أنشِّف دماغي على دوّة ولازم أشتري ده أو كده، لأ في بدائل في الدنيا. ما قدرناش نشتري ده النهارده هنقدر نشتريه بُكرة، الحاجة الغالية ما قدرناش نشتريها النهارده هنقدر إن شاء الله ربنا يفرجها علينا ويعني يكرمنا ونقدر نشتريها بُكرة، وطالما ليها بديل خلاص مصري هنا موجود وكويس أجيبه ما فيش مشكلة خالص، إيه يعني، تمام. ده بالنسبة للكريم دوّة والموضوع البدائل اللي أنا كنت باتكلّم أو عايزة أتكلّم فيه، وواضح إن الوقت هيبقى إيه، هيكفّي يعني. الموضوع التالت بقى موضوع ياسمين عز، تمام، ياسمين عز كل يوم بتطلع يعني إيه، أنا ساكتة من فترة وباتابعها على اليوتيوب وباتابعها في التلفزيون، ساعات باتفرّج عليها أو كده. نصيحتي ليها كأخت، تمام، الناس حاليًا لا الشباب ولا البنات يعني إيه، يعني جزء كبير منهم يعني مش مستحمل الكلام دوّة، الناس بتدوّر في الظروف ديّة الاقتصادية العالمية اللي هي مش علينا إحنا بس، لأ ده على العالم كلّه،
الحرب اللي في أوكرانيا طبعًا أثّرت علينا كده، يعني أبسط حاجة الكريمات ديّة أنتم شُفتوا فترة شركة إيفون كانت بتنزّل حاجات قليّلة ومحدودة وما كانش في مجلة ولا كان في بروشور يدوي ولا الكلام ده كلّه تمام، نتيجة لظروف الاقتصادية العالمية ماشي، نتيجة لظروف الحرب اللي أثّرت علينا وظروف الكورونا اللي أثّرت علينا حاليًا، فالناس حاليًا مش مستحملة يعني جزء كبير منهم مش هاعمّم أو يعني على الأقل اللي أنا الواحد بيشوفهم قدّامه تمام، مش مستحملين إن حضرتِك تطلعي في التلفزيون تتكلّمي عن الصوت الناعم تمام، والصوت الخشن والصوت الشتوي والصوت الصيفي والحاجات دي كلّها تمام، ولا مستحملين إنه حضرتِك تتكلّمي على يعني موضوع سبّلي له ومش سبّلي له والحاجات ديّة لأ، إحنا عايزين نحِل مشاكل الأسرة الاقتصادية. ماشي، في حاجات كتيرة أوي بتهم الرجالة أهم من التسبيل وأهم يعني لو هو لا قادر يعني ياكل ويكفّي بيته ويلاقي شغل وكده، طبعًا إحنا عارفين يعني كان في نسبة بطالة وما زالت مستمرة، ماشي، الشاب من دول لو لاقي وأسعار الدهب والحاجات دي كلّها، ما هو هيهنّي مراته وكده ومش هيبقى يعني وهي مش هتقعد تتخانق معاه، فاهماني يا أستاذة ياسمين لو الرسالة دي وصلت لحضرتِك أو شُفتيها يعني. في موضوعات تانية أهم، يعني مثلًا أنا شايفة إنه برامج الطبخ بقى في حاجات فيها مثلًا بتجيب دلوقتي مثلًا البديل ده نستبدله بده، يعني إحنا وصلنا لمرحلة يا أستاذة ياسمين إن في بعض الناس بتقول ناكل رجول الفراخ، يعني إن كان اللي كان منشور دوّة على النت إن هو موضوع رجول الفراخ ده وحضرتِك طالعة تكلمينا في التسبيل والصوت الناعم و و وادّي له الحتّة الكبيرة من الفرخة، يعني فرخة إيه يا ستّي لمّا هو الناس بتقول لِك كلوا رجول الفراخ، يا أستاذة ياسمين من فضل حضرتِك الرجالة مُخّهم أكبر بكتير من إن إحنا نتكلّم معاهم في الأمور ديّة، تمام، حضرتِك أكيد قاصدة خير، حضرتِك نواياكِ أكيد نوايا طيبة طبعًا، أنتِ بتنصحي كل بنت، بس في حاجة مهمة جدًا حضرتِك برضه وأنتِ في النصيحة دي نسيتيها، إنِّك بيتفرّج عليكِ بنات مراهقات أنا بادرّس لهم، تمام، فلمّا حضرتِك تقولي كده الزوجة بتعمل الكلام ده، فالبنت تقول لِك طَب ما أنا كمان أعمل كده مع اللي أنا باحبه، ماشي، علشان خاطر يتجوّزني أو يكون فاكر إن أنا بعد ما هاتجوّز هاعمل معاه هاسبّل له وهاكلّمه بصوت متنغّم والّا ما أعرفش والّا الحاجات ديّة، تمام، فممكن البنت يعني لا قدّر الله يكون شاب مش كويس يُقع يضحك عليها والّا حاجة، وإحنا مش عايزين كده، إحنا عايزينهم ينتبهوا بقى لمستقبلهم ولمذاكرتهم ولحياتهم، ماشي، فحضرتِك بتكلّمي كل الناس، الناس كتيرة جدًا بتتفرّج عليكِ، سواء على النت أو اليوتيوب أو كده، فحاولي إنِّك تغيّري مسار الحديث شوية، لإن الناس حاليًا يعني أنتِ شايفة الأسعار عاملة إزاي. أنتِ شايفة الأسعار عاملة إزاي، مش هاقول لِك يعني كلام أنتِ مش عايشة فيه، لأ حضرتِك شايفة الأسعار عاملة إزاي أكيد، وشايفة أسعار الدهب والجواز عامل إزاي وكده، فحاولي حضرتِك إنِّك تغيّري مسار حديثِك شوية، علشان إحنا استكفينا خلاص من النصايح الأنثوية الرقيقة ديّة، ماشي، يعني أنا هاقول إن أنتِ مش يعني نصايحِك أنثوية كده رقيقة، مش قاصدة إن أنتِ يعني حاجة وِحشة ولا كده، أنا باقدّم حُسن النوايا وشايفة إن أنتِ ممكن فعلًا تكون نواياكِ حسنة، فلو سمحتِ من فضل حضرتِك، من فضلِك كلّمينا في حاجات حتى ولو عن المكياج مثلًا البدائل، بديل مثلًا زي بديل الكريم اللي هو المستوردة دي، بديل مصري أهو زيه، كلمينا في الحاجات دي أهو، حاجات تخُص المرأة أهيّة هتحسِّن نفسها بيها مثلًا، يعني أنتِ شايفة الظروف الاقتصادية بتاعة البلد عاملة إزاي، وإن شاء الله ربنا يعني
ما تطولش الفترة ديت، ما يخليش الفترة دي تطول بإذن الله. الفترة دي تقصر بإذن الله وتعدي أو تعدي على خير. أنا مش عارفة بصراحة أقول إيه، الفترة دي تعدي على خير. فحاولي إن أنتِ يعني تغيّري مسار الحديث شوية، من فضل حضرتِك لو تكرّمتِ، نصيحة من أخت عايشة على أرض الواقع. أنا كل يوم في المدرسة وباشوف الطالبات وباشوف المعاناة اللي هُم بيعانوا منها. الأب بيعاني قد إيه علشان خاطر يجيب لبنته ملزمة والّا يجيب لها كتاب والّا يجيب لها حاجة تفرح بيها. ما فيش في دماغه قصة الخناق مع أمها ولا الخناق معاها، ولا يعني الأم في دماغها إنها تتخانق مع جوزها ولا الكلام ده كله. تمام. فحاولي حضرتك يعني إيه تغيّري أسلوب الكلام شوية، زي ما قُلت لِك مثلًا موضوع أهو نستبدل الحاجات بإيه؟ مثلًا الحاجات اللي إحنا يعني المهمة بالنسبة لها أو بالنسبة لنا أو اللي إحنا بنحبها. تمام. يعني حاولي مثلًا تشوفيها لنا حضرتِك معاكِ فريق إعداد برنامج كبير، استضيفي علماء نفس، استضيفي علماء اجتماع، استضيفي من ناس makeup artist مثلًا يقولوا للست تعمل إيه عشان تخلّي بشرتها كويسة قدّام جوزها بشكل عملي، مش إن أنا أقعد كل يوم أقعد أقول لها اعملي كذا وما تعمليش كذا، اعملي ده وما تعمليش ده. ما ينفعش يا أستاذة ياسمين. وبعدين يا ريتها حاجات تنفع يعني، أو حاجات واقعية. ماشي. فالناس خبراء في الطبخ مثلًا، الأكلة دي تبسطكم وتسعدكم كده، خبراء تغذية. تمام. حضرتِك مركّزة مع الفنانين وطبعًا دول دورهم مهم جدًا وإحنا كلنا بنحبهم وكل حاجة، بس حاولي تنوّعي، وحاولي تنوّعي في كلامِك أرجوكِ. وأرجو فريق الإعداد بتاعِك لو الرسالة وصلت يا رب يعني الفيديو يتشاف. وأقول لكم بقى مش هاطوّل عليكم، يا رب كده يكون الفيديو خفيف على قلبكم، ويا رب تجرّبوا الكريم ويعجبكم أنتم كمان. الكريم ده حلو فعلًا للبشرة للوش وللجسم. وأسيبكم على خير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطّبين، ويا رب دايمًا في أسعد حال وأحسن حال. وفاكرينّي من دعائكم، ويا رب تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. حلوين، سلام.